السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام بكل أنواعها، نحييكم ونحييكن باسم كافة الرفيقات والرفاق في النهج الديمقراطي، ونشكركم ونشكركن على تلبية الدعوة. كما كان مبرمجا، فقد انعقد اليوم 4 شتنبر 2016 الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، وبعد التداول والنقاش الموضوعي والواعي لطبيعة الشروط السياسية والقانونية والدستورية المؤطرة للانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016، قررت اللجنة الوطنية لمقاطعة هذه الانتخابات، مستندة في ذلك على عدة اعتبارات تضمنتها المذكرة التي سيتم تعميمها ونشرها من أجل اطلاع الرأي العام على الحيثيات والمبررات المؤسسة لموقف المقاطعة. ونود اليوم بهذه المناسبة أن نتقدم للجميع بالرسائل التالية. أولاً، إن النظام السياسي المخزني مقبل مرة أخرى على انتكاسة سياسية تتمثل في تفويت الفرصة على الشعب المغربي من أجل بناء ديمقراطية حقيقية، وحقه في تقرير مصيره على جميع المستويات بشكل عام، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة. ذلك أن انتخابات 7 أكتوبر 2016 هي استمرار لنفس المسار الانتخابي الذي عرفته بلادنا منذ استقلال الشكل، بدءا بتكريس سياسة التحكم وصناعة الأحزاب وتغيير لأدوارها حسب كل مرحلة. ثانيا، إن انتخابات 7 أكتوبر ستضع تلك النسبة القليلة من المغاربة التي تشارك في هذه العملية المتحكم فيها أمام اختيارين: الأصالة المعاصرة أو العدالة والتنمية، وهما وجهان لعملة واحدة، وظيفتها إعدام أي إمكانية لأي بديل ديمقراطي مستقل عن النظام السياسي نتيجة سياسة التحكم وإغلاق الحقل السياسي. وهذا تعبير جلي عن الأزمة السياسية التي يتخبط فيها النظام المخزني وخوفه من أي ديمقراطية حقيقية. ثالثاً، إن النظام السياسي الحالي لا يتيح أي إمكانية للتداول الفعلي على السلطة، ذلك أن الدستور الحالي يكرس جميع السلطات بيد المؤسسة الملكية، ويبقى دور الأحزاب هو تنفيذ الاختيارات السياسية والاقتصادية للسلطة الملكية، والتي تخدم في نهاية المطاف الأطماع والمصالح الاقتصادية للتحالف الطبقي والمؤسسات المالية الدولية. رابعاً، إن النظام السياسي الحالي يمارس سياسة الدلع السياسي لبعض الأحزاب بتمكينها من الأموال ووسائل الإعلام العمومي وكل الإمكانيات اللوجستيكية. أما القوى الرافضة لتسكية العبث السياسي الحالي وعلى رأسها النهج الديمقراطي، فمصيرها الحصار المالي والسياسي والإعلامي، لأنها ترفض التدجين والترويج. إننا في النهج الديمقراطي نعتبر أنفسنا قوة يسارية مشاركة سياسيا بموقف المقاطعة، ومن حقها وعلى قاعدة المساواة بالتعبير عن موقفنا وفق ما تنص عليه القوانين الانتخابية على علاتها، ونطالب برفع الحصار الممنهج ضدنا على جميع المستويات. خامساً، إننا في النهج الديمقراطي سنظل أوفياء لنضال شعبنا وحقه في بناء نظام ديمقراطي حقيقي، أوفياء لمطالب حركة 20 فبراير المجيدة، وعلى رأسها دستور ديمقراطي شكلاً ومضمونا وتصديقاً، يؤسس لنظام ديمقراطي على أساس شرعية سياسية شعبية، مدخله حوار وطني تشارك فيه كل القوى المناضلة من أجل هذا الهدف العظيم. وفي النهاية، نعاهد الجميع على أننا سنستمر على نفس المسار النضالي الذي رسمه شعبنا وطموحه في التغيير من أجل الديمقراطية ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية. والسلام عليكم.